حضرتك ليه ما اتضايقتش اما الاهلي منع لعيبته انها تمثل مصر في اولمبياد باريس؟ حضرتك ليه ما اتحمقتش يا اعلامي، يا صحفي، يا لعيب كرة سابق؟ ليه ما طلعتش على الهوا كده واتحمقت زي ما انا اتحمقت قبل كده مع سيف زاهر في البرنامج، وقلت ان كان لابد ان الاهلي يسيب عبد المنعم او يسيب امام عاشور عشان مصر هتلعب في الاولمبياد، وان تمثيل منتخب مصر اهم من ماتش محلي ومسابقه محليه ومنافسه محليه على الدوري بين الاهلي وما بين بيراميدز. في ذاك الوقت قالوا لي اخرس، اسكت، ما تتكلمش، مالكش دعوه، انت ده دوري. هو لو كان الزمالك بينافس على الدوري كنت هتقول نفس الكلام. الاجنده الدوليه، مفيش اجنده دوليه، من حق الاهلي قانونا. احنا بنتكلم قانونا ولا بنتكلم مصر؟ انتوا عايزين مصر ولا عايزين الاهلي اللي بيمثل مصر او الزمالك اللي بيمثل مصر؟ انتوا عايزين ايه؟ طيب، انا معاييري واحده، انا مصر نمره واحد، والانديه اللي بتمثل مصر نمره واحد. لكن ما ينفعش تقول لي النادي بيمثل مصر وتيجي مصر اما تلعب تقول لا لا انا اسف مش هديك لعيبتي، اصل انت مصر اللي بتمثلي مصر. لكن انا عندي، انتوا لسه ميدو اخطأ انه قال هذا الكلام على الهوا. لو اي واحد مش هيشجع الاهلي مش هيشجع الزمالك ما يقولش الكلام ده على الهوا. انا قلت قبل كده مفيش واحد زملكاوي او اهلاوي هيشجع الاهلي او الزمالك، ده بالنسبه للمشجع، المشجع. لكن الاعلامي حتى لو جواه حاجه ما يقولهاش، او ما ينفعش يتسأل سؤال زي دوت، او يرفض الاجابه لو هو هيقول حاجه تؤدي الى مثلا نوع من اللغط او حاجه زي كده زي ما حصل. خلاص. الغريبه بقى ان الكابتن احمد بلال طلع ينتقد ميدو. ليه؟ لان ميدو قال انه مش هيشجع الزمالك، فطلع كابتن احمد بلال. هوريكم حاجه كده، شوف كابتن احمد بلال قال ايه، عشان انا اشوف ايه الشيزوفرينيا يا جماعه اللي موجوده دي. يعني بجد والله شيزوفرينيا. تعال نشوف كده. رسالة نارية من أحمد بلال لميدو. الأهلي لا يحتاج، الأهلي لا يحتاج تشجيعك أو حاجة زي كده يعني، وإن هو يعني متضايق جدا إن ميدو قال كده. طيب يعني إما بلال يقول الكلام ده لميدو يبقى قناعات بلال إن الأندية المصرية إما بتلعب بره لا أنا هقول ان انا هشجع الزمالك، هشجع المصري، هشجع اي حد طالما بيلعب باسم مصر يعني. فدي قناعات بلال. فنيجي نفاجئ ان بلال يعني، بصوا بلال لتلفزيون اليوم السابع: اتمنى خسارة الزمالك حتى لو مش قدام الاهلي. اتمنى خسارة الزمالك حتى لو مش قدام النادي الاهلي. يعني دي قناعات. فالمفروض بقى اما لو ميدو قال كده فبلال يطلع يدافع عنه، يقول له لا ميدو عنده حق وبيقول الحقيقه مثلا، ده انا كده، انا قلت كده قبل كده، فدي قناعاتي، فانا هبقى ماشي على نفس التراك بتاع ميدو، فانا مش ضد ميدو لان انا نفس دماغ ميدو. لكن لو